أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم عن تقدمه بشكوى رسمية إلى كل من الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم والاتحاد الدولي بسبب القرارات التحكيمية التي أثارت الكثير من الجدل خلال مباراة المنتخب الوطني في الدور ربع النهائي من كأس إفريقيا 2025. وأوضح الاتحاد أن هذه القرارات كان لها تأثير مباشر على مجريات اللقاء، معتبرا أنها مست بمصداقية التحكيم الإفريقي ولم تعكس الصورة التي يفترض أن تكون عليها كرة القدم القارية. وفي بيانه نوه الاتحاد بالروح العالية التي ظهرها اللاعبون وأفراد الطاقم الفني طوال مشوار البطولة، مشيدا بانضباطهم والتزامهم رغم الظروف، وداعيا في الوقت ذاته إلى مواصلة الدعم والتشجيع والتحلي بروح التضامن والهدوء في هذه المرحلة التي تتطلب الالتفاف حول المنتخب. كما أكد الاتحاد على ضرورة استخلاص العبر من هذه المشاركة من أجل البناء على الإيجابيات وتعزيز العمل القائم تحضيرا للاستحقاقات القادمة، مع تسخير كل الإمكانات البشرية والتقنية والتنظيمية لضمان بقاء المنتخب الوطني ضمن نخبة المنتخبات الإفريقية، ومواصلة كونه مصدر فخر وإلهام للشباب الجزائري. كما كشفت مصادر وتقارير أن شكوى الاتحاد الجزائري لكرة القدم الفاف بشأن الطاقم التحكيمي في مباراة الجزائر ونيجيريا لم تتوقف عند حدود الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف، بل امتدت إلى الاتحاد الدولي الفيفا مباشرة، في خطوة استثنائية تعكس فقدان الثقة في استجابة الكاف للإحالات المتكررة المتعلقة بالفضائح التحكيمية في البطولات القارية، حيث يتوقع أن تكون لجنة التحكيم بالفيفا أكثر صرامة في التعامل مع الحكم السنغالي عيسي ومسؤول غرفة الفر الغابوني بيار غيسلان أتشو، خاصة تحت إشراف بيير كولين المعروف بمواقفه الحازمة تجاه الأخطاء التحكيمية الجسيمة. من الكاف إلى الفيفا تصعيد نادر بعد عدم التجاوب المتكرر. لم تكتف الفاف برفع الشكوى للكاف فقط، بل حولت الملف كاملا إلى الفيفا كإجراء احتياطي واضح، نتيجة لما وصفته المصادر بعدم التجاوب المتكرر من الاتحاد الأفريقي مع الإحالات السابقة المتعلقة بفضائح تحكيمية أثارت جدلا واسعا في بطولات سابقة، مما دفع الاتحادية إلى اللجوء للجهة الأم العالمية لضمان تحقيق محايد وشفاف يركز على الحالات الجسيمة مثل حرمان الجزائر من ركلة جزاء واضحة دون مراجعة الفر، وتوزيع بطاقات غير متوازنة، وسلوكيات ما بعد الصافرة مثل رفض مصافحة لاعب الخضر، في محاولة لفرض مساءلة حقيقية بعيدا عن التساهل المحلي. توقع عقوبات صارمة. إقصاء من المونديال تحت إشراف كولينا. من المتوقع أن تكون الفيفا صارمة مع الحكمين عيسسي وأتشو، حيث تشرف لجنة التحكيم فيها الإيطالي بيير كولينا المشهور بمواقفه الحازمة ضد الأخطاء المؤثرة في النتائج. وقد تشمل العقوبات المنتظرة إقصاءهما من قوائم الحكام المعنيين بتصفيات ونهائيات كأس العالم 2026، كخطوة ردعية تمنع تكرار مثل هذه الحوادث في منافسات دولية كبرى، خاصة مع وثائق الفاف التي تضمنت لقطات فيديو وتقارير فنية تثبت التجاوزات، مما يجعل الملف قويا أمام لجنة كولينا التي لا تتهاون مع التحيز أو الإهمال في تقنية الفر. تداعيات التصعيد. اختبار مصداقية الكاف وثقة الجماهير. هذا التصعيد النادر من الفاف إلى الفيفا يضع الكاف أمام اختبار مصداقيتها، حيث أصبح عدم الاستجابة للإحالات الجزائرية المتكررة سببا في فقدان الثقة، ويفتح الباب أمام تحقيق دولي قد يؤثر على تعيينات الحكام الأفريقيين في البطولات العالمية. وسط ترقب لرد الفيفا الذي من المتوقع أن يعلن قريبا ليحدد مصير سي وأتشو ويعيد التوازن للتحكيم القاري الذي يعاني من شكاوى متصاعدة من عدة اتحادات. وفي ختام رسالته، وجه الاتحاد شكره لكل المناصرين ووسائل الإعلام والسلطات العمومية على وقوفهم الدائم إلى جانب المنتخب، مجددا ثقته الكاملة في المجموعة والطاقم الفني وكل من يساهم في تطوير كرة القدم الوطنية.